السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هعمل لكم طبق قلقاس. واو. بس قبل اي حاجه، لو انت مش مشتركه معايا في القناه ارجو الاشتراك واللايك على الفيديو لو عجبك. ويلا بينا بقى نبدا في الفيديو بتاعنا. انا جبت القلقاسيه الكبيره ديت، هي عامله كيلو ونص. طبعا ما ينفعش ان انت تجيبي اتنين، يا اما تجيبي واحده صغيره على قدكم، يا اما لو انت عايزه كميه جيبي واحده كبيره زي اللي انا جايباها كده. لكن ما تجيبيش اتنين علشان ما يبقاش واحده نيه وواحده مستويه. فانتي لو جبتيها كبيره كده خلي الخضار يقطع، عشان هو عنده بتاع كده بيقطع بيها في ثواني. مش هتقعدي بقى تتخانقي معاها بقى وفي حرب انتي وهي زي ما انتوا شايفين كده. الحمد لله قطعتها ونقشرها بقى. انا النهارده حبايبي هعمل لكم طريقه، يعني مش عارفه بقى هي حد بيعملها زي كده ولا لا. هو في ناس بتحط القلقاس في ميه بتغلي زي انا ما هعمله كده النهارده، وفي ناس بتمسحه بالفوطه. بس انا طبعا مش بحبه اللي بيتمسح بالفوطه دوت، عشان بحس ان هو برضو بيطلع الحاجات بتاعته دي فبيبقى مش حلو، يعني مش حاجه لذيذه. فانا هوريكم الطريقه بتاعتي ويا رب تعجبكم وجربوها، وسهله جدا. قبل ما نقشره ونخرطه هنكون حاطين ميه تغلي، علشان بعد ما الميه تغلي هنطفي عليها وبعدين نسقط القلقاس فيها. وادي كده انا قشرته وخرطته. وده شكله لما اتخرط. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ هنجيب السلق وهنقطعه ونغسله طبعا كويس قوي في ميه. بعد كده هنروح ضربينه في الخلاط بشويه شوربه. طبعا المية بعد ما غليت حطيتها فيها القلقاس وسبته حوالي نص ساعة، شايفين شكله عامل ازاي. بعد كده هنصفيه في المصفى بتاعت المكرونة طبعا تحت الحنفية، وهنغسله كويس اوي لحد لما تلاقي الملمس بتاعه كده خشن، مش طرية معاكي ولا مزفلطة معاكي. بعد كده طبعا الشوربة معانا موجودة اهي، وهنفضي القلقاس فيها وهنغطيها ونسيبه يستوي. وده شكله بعد ما استوى. وادي السلق اللي احنا ضربناه في الخلاط. طبعا هنسيبهم يغلوا مع بعض 5 دقايق، نكون احنا بقى خدنا الخضرة بتاعتنا، الكزبرة، وهناخد كام فص توم كده وهنفرمهم مع بعض كويس. وبكده تمام. يلا بينا بقى نعمل الخضرة. حطينا معلقة سمنة وهنحط شوية زيت معاهم وهنقلبهم كويس لحد لما يدونا اللون اللي احنا عايزينه. طبعا لو عايزة تحطي تضيفي بهارات تضيفي كزبرة زي ما انتي تحبي حطي. وهتحمريها لحد لما يبقى لونها اخضر غامق، يعني مخضر غامق كده اهو زي كده. بعد كده بقى هتحطيه على القلقاس. ما اقولكمش طبعا على الريحه عامله ازاي. اكيد انتوا طبعا ستات البيوت الشاطره عارفين ريحه التومه بتاعه القلقاس مع الخضره كده مع الكزبره. واو. عموما حبايبي لو انتوا بتعملوه كده زي انا ما عملته بالطريقه بتاعتي اكتبولي في الكومنتات تحت وقولولي. ولو حد تاني برضو بيعمل بطريقه تانية، يعني اي طريقه مختلفه غير اللي انا بعملها ديت، واكتبوها لي في الكومنت تحت. بس عموما الطريقه ديت انا بحبها قوي. يعني انا اكلت كذا، يعني قلقاس كذا مرة على كذا طريقة، ما عجبتنيش غير الطريقة دي الصراحة. الطريقة دي انا واخداها من ماما الله يرحمها. فعجبتني جدا. واستنوني في الفيديو الجاي في حاجة مفيدة قوي للقنوات الصغيرة. ان شاء الله هعملها فكرة حلوة يعني جت في دماغي وهنفذها، وانتوا طبعا معايا وهقول لكم عليها في الفيديو الجاي. بس دلوقتي بقى وكده غرفنا الطبق بتاعنا وده شكله زي ما انتوا شايفينه. وهو ده الفيديو بتاعي، يا رب يعجبكم. وما تنسوش حبايبي الاشتراك في القناة واللايك على الفيديو. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، وباي باي.